السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. مصدر من النادي الأهلي: الأهلي وبرزنتيشن توصلوا لاتفاق مع شركة ألينز، شركة التأمينات الكبرى التي يطلق اسمها على ملعب بايرن ميونخ، في مقابل وضع اسمها على استاد الأهلي الجديد لمدة 20 سنة، في مقابل حصول النادي الأهلي على مبلغ بقيمة 6 مليار جنيه، وسيتم دفع المبلغ للنادي الأهلي على 4 فترات. مارسيل كولر يطلب تقرير فني شامل عن عمر سيد معوض، واللاعب يقترب من الانضمام للتدريبات مع الفريق الأول. الأهلي: مارسيل كولر قرر تصعيد 7 ناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة على مرحلتين: تصعيد شادي رضوان ومحمد أشرف وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان في المرحلة الأولى، ثم محمد أحمد شرقية ومحمد حمدي وحمدي ياسر في المرحلة الثانية. محمد هاني عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والإدارة تنتظر قرار كولر قبل يناير لحسم مصير اللاعب، والمدير الفني يقرر منح محمد هاني فرصة خلال الفترة القادمة في مركز قلب الدفاع بسبب النقص العددي في هذا المركز وصعوبة حصوله على فرصة في مركزه خلال الفترة الحالية. النادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 5 أيام، ويتم التحضير لخوض مباراة ودية في أسرع وقت حتى يتم تجهيز اللاعبين لمواجهة المقاولون العرب. استقرار مجلس إدارة النادي الأهلي على وضع 6 رعاة فقط على قميص الفريق بدلا من 7 رعاة حتى لا يكون القميص مزدحم بالإعلانات. أيمن أشرف يبتعد عن الملاعب لفترة من شهر إلى شهر ونصف بسبب إصابته بخشونة الركبة. الأهلي يحدد موعد تجديد عقود حسين الشحات وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة الأسبوع القادم بعد عودة الكابتن محمود الخطيب من رحلته العلاجية، زائد تعديل عقود ورواتب محمد مجدي قفشة ومحمود متولي. المحكمة الرياضية الدولية تحدد نهاية شهر ديسمبر موعد النطق بالحكم في قضية الأهلي ضد عبد الله السعيد. كهربا ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد تخلصه من أعراض كورونا. بعد ارتباط اسم اللاعب ديفيد فوفانا بالأهلي خلال الفترة الماضية، وكيل أعمال اللاعب يؤكد أن لديه بعض العروض الأوروبية وأن اللاعب لا يريد العودة إلى أفريقيا في الوقت الحالي. أون تايم سبورت تحصل على حقوق إذاعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الأربع القادم الساعة 1 ظهرا. اليو ديانج لاعب الأهلي: طموحي واضح جدا، وهو أن أذهب إلى أوروبا وأن ألعب في أحد أكبر الأندية هناك. بالطبع أنا في أكبر نادي في أفريقيا، ولكن أنا أحلم بالاحتراف في أحد الأندية الأوروبية، وكنت حزين بسبب غيابي عن نهائي القرن. لقد ساعدت الفريق طوال الرحلة نحو الوصول للنهائي ولم أشارك بسبب الإصابة بكورونا. محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على فيسبوك: الحمد لله، أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية تصل إلى 3 مليار جنيه. التتويج بالسوبر المصري، الانتهاء من فرع التجمع وهو على وشك أيام من الافتتاح في أكبر حقبة وطفرة إنشائية في تاريخ النادي. أكبر عقد رعاية للمشروع الحلم، يضاهي أرقام الأندية الأوروبية الصف الأول في رتوشه الأخيرة بعد سنوات من العمل الشاق في هذا الملف. هكذا نرد بالعمل كمجلس إدارة ولا زال، وكل ما تقل أدبك أكتر كل ما هنشتغل أكتر، ولن نندرج مرة أخرى لمقام أو وضع أصغر وأبعد كثيرا من حجمنا. رد قوي من محمد شبانة على عبد الله السعيد بعد هجومه على النادي الأهلي: يا عبد الله، أنت تلعب حتى الآن بفضل النادي الأهلي، والأزمة بينك وبين الأهلي تناقش في القضاء ويجب احترام قرارات وأحكام القضاء. الأهلي يرى أنه صاحب الحق كما تظن أنت تماما. النادي الأهلي وضع بنود وفسرها بما يضمن حقوقه، وأهلي جدة منحك فتوى بناء عليها انتقلت لبيراميدز بالمخالفة لبنود عقد رحيلك للدوري السعودي. إذا الجهات القضائية المختصة هي من تحسم هذا الجدل. أنت لجأت لمركز التسوية وخسرت القضية، ولجأت للمحكمة الرياضية ولم يعاتبك أحد. الأمر بين طرفين مختصمين، وعلى كل طرف أن يسلك كافة الطرق للحفاظ على حقوقه. والغريب بالنسبة لي هو دفاع الزملكاوية عن عبد الله السعيد في قضيته ضد الأهلي، جعلني أشعر أن اللاعب قضى موسمين على الأقل بالقميص الأبيض. حوار عبد الله السعيد مع هذه الصحيفة البريطانية مدفوع الأجر، والغرض من هذا الحوار أن يوضع في ملف شكوى المحكمة لإظهار أنه مظلوم، وهذه وسيلة يستخدمها القانونيين في هذه القضايا. مرتضى منصور يعلق على قرار المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق في تجاوزات قناة الزمالك بعد ظهوره في أحد برامجها قبل أيام.
أنا أسد لا أخاف ولست نادما على أي شيء قلته، وقناة الزمالك لن تغلق. إذا أردتم أن تحاسبوا فحاسبوا المتكلم وهو أنا. الغاضبون من كلامي هم الخونة. لم أخطئ في حق أي شخص محترم، بالعكس أنا من الذين أفشلوا مخطط إسقاط مصر. مبدئي دائما إذا خفت ما تتكلمش، وإذا اتكلمت ما تخافش. لاعبي الزمالك يعودون للتدريبات مرة أخرى بعد انتهاء الراحة المقررة للفريق. الاتحاد السكندري: لم نتلقى أي طلب رسمي من الزمالك من أجل استعادة خدمات محمود علاء في يناير. مرتضى منصور: أنا بحذر وكالة الإعلانات اللي حاطة إعلان النادي المنافس أمام نادي الزمالك ده تهريج. لو الإعلان ده ما اتشالش أنا هخلي العمال تشيله. كلامي واضح وده آخر كلام، بعد كده هيكون في تنفيذ. مصدر بالجهاز الفني: روي فيتوريا يفضل الدفع بعمر جابر أساسيا على حساب أكرم توفيق في مباراة بلجيكا الودية. تصريحات قوية من كريستيانو رونالدو في مقابلة صحفية. كريستيانو رونالدو: أنا لا أحترم تين هاج لأنه لم يظهر لي أي احترام. إذا لم تحترمني فلن أحترمك. على الجمهور معرفة الحقيقة. أنا أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت لمانشستر يونايتد، ولكن هناك بعض الأمور في الداخل لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل مانشستر سيتي أو ليفربول أو حتى أرسنال. ليس فقط المدرب أو اللاعبين، هناك 2 أو 3 آخرين من الإدارة أيضا. لقد شعرت بالخيانة ولقد تبعت قلبي في العودة إلى مانشستر يونايتد. السير أليكس فيرجسون اتصل بي وقال من المستحيل أن تذهب إلى مانشستر سيتي، فقلت له حسنا أيها الرئيس، وعدت إلى يونايتد فورا. بعد وفاة ابني الرضيع ومرض شقيقته التوأم لم أكن أتوقع على الإطلاق أن أشاهد جماهير ليفربول تغني من أجلي في الدقيقة 7 لن تسير وحدك أبدا. لقد كانت لحظة صادمة في حين أن إدارة اليونايتد لم تتعاطف معي، وظن البعض منهم أنني أتهرب من العودة للتدريبات. النادي لم يتعاطف معي في مرض ابنتي وجعلوني كبش فدا لجميع أخطاء النادي، وأشعر دائما أنهم يدفعوني للرحيل. على طريقة كريستيانو: لاعبين كبار انتقدوا مانشستر يونايتد بعد الابتعاد عن الفريق. زلاتان إبراهيموفيتش: الجميع يعتقد أن مانشستر يونايتد نادي كبير وأحد أقوى الأندية في العالم. في الحقيقة من الخارج بدا لي هذا الأمر بهذه الطريقة أيضا، لكن بمجرد وصولي إلى هنا وجدت عقلية صغيرة ومنغلقة. أليكسيس سانشيز: بعد الحصة التدريبية الأولى مع اليونايتد عدت للمنزل وسألت وكيل أعمالي إذا كان بإمكاني تمزيق العقد والعودة لأرسنال مرة أخرى. أنخيل دي ماريا: ظهر نادي باريس سان جيرمان والحمد لله أنقذوني وتمكنت من المغادرة من مانشستر يونايتد، وقد اتخذت القرار الصحيح. روميلو لوكاكو: لقد أنقذني الإنتر من الحفرة القذرة في مانشستر يونايتد. روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن مواجهة منتخب مصر. مباراة مصر فرصة رائعة لنا قبل السفر إلى قطر. مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادا لكأس العالم. كارلوس كيروش على قناة أون تايم سبورت: إنه شعور رائع، أنا سأشارك في كأس العالم بقيادة منتخب إيران. رسميا استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي بسبب أزمة المنشطات. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.